إلى تياغو نيفيز. نيفيز يلعب كرة طويلة إلى الأمام، وصلت إلى ضربة زاوية، وصلت لخارج أرض الملعب. ركلة الله علينا. يعني صحيح أننا ضيعنا الفوز بيدينا، بس عطنا حقنا يا أخي، لا تتمسخر والله العظيم. يعني جد أنا ما أبغى الموضوع يكون ابتذال، لكن القضية وكأنها توصيات. يا أخي عيب عيب، أنا اللي خلف الشاشة وفي الكابينة وتابعها ضربة زاوية. يا أخي عيب، استحي استحي على دمك. يعني بصراحة لقطات ما فيها حياة من حكام الاتحاد الآسيوي، قلة حياة وقلة أدب. إذا هذا الجمهور في المدرجات يشوفها ضربة زاوية، يعني أنت مطموس العينين. بصراحة اعذروني واعفوني حتى أستميع عذرا من مسؤولين القناة، أنا أتكلم وأتفوه بهذا الكلام، لكن الاتحاد الآسيوي إذا أراد أن يطور بطولاته لا يطورها بهذا الشكل. لم نخسر من ملعب الملك فهد، ولم نخسر لقلة إمكانياتنا، خسرنا من حكام اتحاد آسيا في مباراة أصفهان، هم السبب الرئيسي بالخسارة. أتكلم بصراحة وبمنتهى الأمانة، ولا يعنيني ما يحدث، لأنه بصراحة هذا التحكيم عار على الاتحاد الآسيوي. وأريد أن أقول شيء وبالفم المليان، وأتكلم بالفم المليان. تجرعنا وتضررنا في المنتخب السعودي، وتجرعنا وتضررنا على صعيد الأندية مع الشباب في مباراة الذهاب على هذا الملعب، وتجرعنا وتضررنا مع الهلال في مباراة الذهاب في أصفهان. من ينصفنا إذا أراد الاتحاد الآسيوي أن تتطور بطولاته ليست بجدولة وليست بأشكال، بل يا أخي أعطي كل ذي حق حقه. مع الاحترام، هذا خطابي، من يقبل به فليقبل.